أكد المدرب الإسباني كاساس أن هناك كلمة سر يجب أن يعي الجميع أن المباراة أصبحت من الماضي. كيف استفاد منتخب العراق من أخطاء كأس آسيا؟ حيث أضاف كاساس من خلال السؤال الذي وجه له أن المشاركة في كأس آسيا 2024 هي درس مهم سواء بالإيجاب أو بالسلب، لأن منتخب العراق قدم مباريات ممتازة في دور المجموعات حتى في مواجهة الأردن على حد تعبيره. الشوط الثاني كان مميزا للغاية لولا حالة الطرد التي قلبت الموازين، لذلك فإن تركيزنا على الإيجابيات يستلزم دعمها وتعزيزها. وأكمل أن السلبيات كانت حاضرة بكل تأكيد. الجميع أدرك وشاهد وجود ضعف في دفاع منتخب العراق وكيف استقبل الأهداف في جميع مباريات البطولة، ولكن يجب أن نقف مع المنتخب في هذه الفترة الحرجة وهي تصفيات كأس العالم المقبلة. ونوه إلى أن المنظومة الدفاعية في منتخب العراق تحتاج معالجة شاملة تضم الاختيارات والمواصفات والتنظيم، كون اللوم لا يوجه فقط إلى المدافعين أو حارس المرمى بل على خط الوسط أيضا. كان عليهم مساندة المهاجمين والضغط من المقدمة. كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بالحسبان لأن القادم لن يكون سهلا. وأشار معقبا معالجة أخطاء المنتخب العراقي يجب أن تتم بموضوعية دون مجاملة أو التركيز على جانب دون آخر. المنتخب العراقي كان جيدا ولن يحتاج الكثير من العمل، لكن يجب الاستعداد لاستحقاق القادم لأنه أهم، إذ تنتظرنا تصفيات كأس العالم وكلنا نطمح إلى التأهل الثاني إلى المونديال بعد غياب طويل كان منذ عام 86. يذكر أن مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس لا يملك الكثير من الوقت للتحضير أو معالجة الأخطاء قبل التصفيات الآسيوية المزدوجة، كون المنتخب العراقي سيواجه الفلبين على دفعتين في 21 و26 من شهر مارس آذار المقبل. ويتضح من خلال التصريحات التي ظهرت من خلال المدرب خيسوس كاساس أنه لا زال مستمر في تصحيح مسيرة المنتخب العراقي في الاستحقاقات القادمة وخصوصا تصفيات كأس العالم والمواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي التي ستكون أمام المنتخب الفلبيني يوم 21 و26 من شهر آذار المقبل 21-26-3، يعني فرق 4 أيام فقط بين مباراة البصرة والمباراة اللي راح تقام بالفلبين. ومن خلال التصريح يتضح أن كاساس ماضي ومستمر في مسيرة في قيادة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم، وهناك إصرار واضح لدى المدرب كاساس في الاستمرار في مواصلة وتصحيح الأخطاء الفنية التي حدثت في كأس آسيا. حقيقة يجب أن تقال بعد أن تولى الإسباني خيسوس كاساس قيادة المنتخب العراقي أصبح لدى المنتخب العراقي طريقة لعب واضحة، أصبح لديه هوية لعب، أصبح لديه مستوى فني واضح عكس ما كنا نشاهده في البطولات السابقة والمستويات والظهور القديم للمنتخب العراقي الذي كان عبارة عن كرات طويلة وكرات عشوائية واللعب غير منظم وحتى لا توجد لديه أسلوب مميز للعب. بالتالي فالرجل مستمر في معالجة كافة الهفوات والأخطاء الفردية والجماعية والتكتيكية التي حصلت للمنتخب في بطولة آسيا. نعم كان هناك خلل واضح في المنظومة الدفاعية طيلة المباراة، ويبدو أن كاساس ملاحظ هذا الشيء ولديه على ما يبدو خطة واضحة وخطة متقنة لغلق المنطقة الدفاعية للمنتخب العراقي بشكل محكم في قادم المباريات وقادم المسابقات. بالتالي فالرجل استمراره مع المنتخب العراقي حقيقة هو تصب لمصلحة المنتخب الوطني العراقي ولمصلحة الجماهير العراقية،
وإذا ما استمر هذا الإصرار وهذه العزيمة وهذه الرغبة في التأهل لكأس العالم، فأظن أن المنتخب العراقي سيكون متواجد في كأس العالم المقبلة. وحقيقة هذا ما نلمسه من المدرب ومن اللاعبين أيضا. نعم، خروج من كأس آسيا كان حزين وحزين جدا بسبب الأخطاء التحكيمية وليس الفنية. نعم، هناك أخطاء فنية حدث، ولكن لم تكن هي السبب الرئيسي في خروج المنتخب من من نهائيات آسيا، وإنما الأخطاء التحكيمية هي من كانت السبب الرئيسي والعنصر المهم في خروج المنتخب العراقي من نهائيات آسيا 2024 في قطر. يضاف إلى ذلك هناك هجمة شرسة تقاد من بعض الإعلاميين، المدفوعين حقيقة، المعادين والمناهضين لما يحصل من تطور للمنتخب العراقي، والذين لا زالوا يحنون للمدرب المحلي الفقير فنيا وغير ناضج فنيا، وتشاهدونهم يظهرون بين الحين والآخر على شاشات التلفزيون في مختلف الوسائل الإعلام العراقية، وكأنهم يعني يعتبرون قيادة المنتخب العراقي من قبل مدرب أجنبي هو عار بالنسبة لهم وتقليل من شأنهم. ولكن حقيقة يجب أن تقال المدرب العراقي المحلي هو مدرب فقير فنيا، ولا يمتلك القدرة على قيادة المنتخب العراقي، خصوصا بعد التطور السريع والتطور الكبير والطفرة أو القفزة الفنية الكبيرة في تطور المنتخبات آسيا ومنتخبات العالم. كرة القدم أصبحت بالوقت الحاضر هي علم أكثر مما هي خطة واحدة أو تكتيك معين تلعب به وبإمكانك أن تحقق البطولات. هذا أصبح الأمر غير موجود في الوقت الحاضر، وشاهدنا ما فعله كاساس مع المنتخب العراقي خصوصا في مباراته مع اليابان، ومن لسان مدرب المنتخب الياباني الذي أكد أنه لم يتمكن من معرفة طريقة وأسلوب لعب المنتخب العراقي إلا في الدقائق الأخيرة. إذن الطريقة أو الأسلوب التكتيكي الذي لعب فيه كاساس هو لم يعتمد على طريقة معينة أو تكتيك واحد أو أسلوب محدد طيلة فترة المباراة، وإنما كان هناك تغيير مستمر في التكتيك وفي الأسلوب وفي تغيير منظومة اللعب بين فترة وأخرى، الأمر الذي أربك حسابات مدرب المنتخب الياباني وجعله في حيرة من أمره، الأمر الذي أدى بالمنتخب العراقي إلى التغلب على المنتخب الياباني. وحقيقة تغلب وفوز المنتخب العراقي على المنتخب الياباني هو لم يكن وليد الصدفة، وإنما كان ناتج عن تكتيك وأسلوب معين وطريقة معينة ومحسوبة ومنظمة جدا قادت المنتخب العراقي إلى أن يفوز على المنتخب الياباني. بالتالي فكرة القدم أصبحت علم متطور وعلم حديث، يجب على المدرب العراقي أن يعترف بذلك، ويجب على المدرب العراقي أن يعترف بأنه ليس لديه القدرة على قيادة المنتخب العراقي كونه مدرب فقير فنيا ولم يواظب التطور الحاصل في كرة القدم.